هنا قتل وهذا دمه. كان ناهض حتر في قصر العدل حين فاجأه رجل في نهاية الأربعينات من عمره وأطلق عليه الرصاص. اعتقلت الشرطة على الفور مطلق الرصاص وقد عرف. أما القاتل ذاك الذي أطلق ما هو أسوأ من الرصاص فما زال محل جدل في البلاد. وقعت الجريمة في حصن العدالة وضدها، ذلك أن ثمة قاتلا يرتأى أن يحققها على طريقته في موقع غير بعيد عن مجلس النواب الأردني. وكانت لافتة هذه الصورة لمحجبة هرعت لإسعاف الكاتب الصحفي حتر، ما ينفي وفق كثيرين وجود أي ظلال طائفية لجريمة مقتله. أكثر من ذلك، كان ثمة إجماع على إدانة القتل في مجتمع لم يعرف في تاريخه اغتيالا لصاحب رأي. تساوى في هذا من اختلفوا مع الرجل ورأوا في آرائه حرية تعبير، ومن رأوا أنه لا علاقة لها بتلك الحرية وأنها تندرج في إطار التعصب وإهانة الرموز الدينية والتحريض على الكراهية التي تجرمها القوانين حتى في الدول الديمقراطية. تورط الأردن في سوريا. لكن من هو حتر ولماذا قتل؟ إنه يساري قديم وخريج علم الاجتماع والفلسفة من الجامعة الأردنية. في مطلع شبابه التحق بتنظيم ماركسي عارض وناوأ الحكومات الأردنية المتعاقبة، واعتقل مرارا قبل أن ينتهي به الأمر إلى أكثر المواقع الفكرية التباسا، تأييد الرئيس السوري الذي تردد عليه مرات وشد على يديه، إضافة إلى إيران. أما كيف تأتى له هذا الجمع بين نظام ولي الفقيه والنزعات الماركسية فذاك ما أسهب فيه معارضوه. رأوا فيه طائفيا في كل ما يتعلق بالمكون السني في المنطقة، إلا أن ذلك بقي إلى حد كبير في سياق آراء تبدى ويرد بها أو عليها. اعتقل حتر الشهر الماضي بتهمة إثارة النعرات المذهبية وإهانة المعتقد الديني، وكان ذلك بسبب إعادة نشر رسم كاريكاتيري مسيء للذات الإلهية على صفحته في موقع فيسبوك. أثار ذلك ردود فعل متشنجة، بعضها اتهم الرجل بتعمد إهانة الإسلام نفسه، فسارع حتر إلى حذف الرسم من صفحته، وأصدر بيانا يؤكد فيه أن الرسم يسخر ممن وصفهم بالإرهابيين لا من الذات الإلهية. اعتقل مرة أخرى قبل أن يفرج عنه بكفالة بعد نحو أسبوعين، وظن كثيرون أن الأمر قد انتهى. لكن اغتياله أكد حسب البعض أن ثمة قاتلا طليقا يتجول في الجوار، وقد دفع ذلك بعضا للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتحميلهما مسؤولية ما حدث. فلماذا لم توفر للرجل حراسة وقد تلقى كما تقول عائلته ومناصروه عشرات التهديدات الموثقة بالقتل؟ الأمر نفسه حدا بكثيرين للتذكير أيضا بأن هناك نظاما في الجوار السوري قد يكون مستفيدا من مقتل الرجل الذي كان مناصرا له، إضافة إلى حركات متطرفة تسعى لجر الأردن إلى أجندتها الدموية.